السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين في كل مكان، معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح، والنهاردة هقدم لكم مباراة في تنس الطاولة بين الكابتن حمدي عبد الحليم وبين الكابتن أسامة عصر. الكابتن حمدي عبد الحليم ممثل مركز شباب قوة، والكابتن أسامة عصر بيلعب مع نادي بني سويف الرياضي، والماتش ده في دوري الدرجة الأولى على الصعود للممتاز به. ودلوقتي هم في مرحلة التسخين، سخنوا الأول فور هاند وبعد كده باك هاند ويضربوا سبينات خفيفه كده، والكابتن اسامه عصر بيقفل الكابتن حمدي. طبعا انا معرفتي بالكابتن اسامه عصر في البطوله دي كانت معرفه بسيطه جدا. هو لاعب اخلاقه عاليه، ما بيتكلمش كتير، لاعب من اللعيبه المحترمه جدا. الكابتن حمدي غني عن التعريف، طبعا زميلي في الفريق. ودلوقتي الماتش بدأ. كابتن حمدي على الارسال بيلعب ارسال، اسامه بيصد. الكابتن حمدي لما بيهجم ما شاء الله بياخد البونت. دلوقتي الكابتن اسامه بيلعب ارسال، كابتن حمدي بيورس توب سبين جميل جدا. عاش يا نجم، عاش. بيلعب. طبعا انا جايب مقتطفات من المباراه. المباراه كانت مليانه نقط فنيه رهيبه، اتنين لعيبه على اعلى مستوى جدا، وكان ماتش جميل. دلوقتي سبين، حمدي بيعمل بلوك، بيرجع الكوره، كابتن اسامه في البونت. الكابتن حمدي بيلعب ارسال، بيضرب، بياخد البونت. اسامه بيلعب ارسال، كابتن حمدي بيصده قصير، اسامه بيخش عايز يفلك من ورا الشبكه، بتيجي في الشبكه. كابتن حمدي بيلعب ارسال، اسامه بيصد، كابتن حمدي بيهجم. هلا هلا هلا، اسامه بياخد. اسامه بيلعب ارسال جميل، بيطلع طوب سبين من تحت الطاوله جميل. حمدي بيبلك الكوره يوديها، كابتن اسامه بيضرب اما بيركب الكوره. اسد اسد يا ابني، ما شاء الله عليك. اسامه بيكمل ارسالاته، بيلعب. الكابتن حمدي شبكه وبياخد البونت. اسامه بيكمل. حلو قوي، هجوم داخل الطاوله، كوره كانت عاليه سنه، طلع. خد البونت. دلوقتي ارسال اسامه الشوط الثاني، اللي هو اسامه فاز الشوط الاول. دلوقتي بيلعب ارسال توب سبين من تحت، الكابتن حمدي بيودي الكوره جميل جدا. الله 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 الله، حلوه يا حمدي، حلوه. حمدي خد شوط تقريبا كان 1-1، ودلوقتي هما بيلعبوا في الشوط الثالث. عاش عاش. اسامه بيلعب الارسال، الكابتن حمدي بيصد ورا الشبكه، الكوره بتعلى، بيضرب سبين. اسامه كان ممكن ياخد البونت، جميل جدا البونت ده. حمدي بيصد الارسال، بيضرب تجيب من جوه الطاوله، وجاب كوره تاتش دلوقتي. عظيم عظيم. حمدي مع الارسال بيلعب ارسال، اسامه بيطلع طب من تحت، بيخش. ما شاء الله، مرونه جامده جدا، ولعيبه 10/10. اسامه جه يضرب توب سبين، ضرب الهوا، الكوره ضاعت. كابتن حمدي بيصد، الكرة عالية، أسامة بيركب البونت، بيهجم. حمدي بيخش يضرب من باك هاند، وبعد كده بيسند له الكرة، وأسامة يضرب. غريبة غريبة وعجيبة. والكابتن أسامة 2-1. جميل جدا. حمدي بيصد الارسال، كرة مقروصة، بيطلع طول سبين من جوه الطاولة، أسامة بتيجي في طرف المضرب وتطلع بره، الكابتن حمدي بياخد النقطة. طبعا انا مفيش يعني نقط مباراه، لان المباراه مش كامله، انا جايب لكم اجمل النقط، وفي امور فنيه دقيقه بين النقط وبعضها جميله جدا، بتدي اولويه للعيب اللي هو بيتحرك كويس على الكوره وعنده مرونه ولياقه، هو اللي بيخلص الجون. طالما الاثنين لعيبه عارفين هما بيعملوا ايه، فبتبقى امور بسيطه جدا. في ناس تضرب تخرج بره الطاوله بجسمها، معتقده ان الكوره ما ترجعش. وجود لاك كابتن اسامه، وهارد لاك للكابتن حمدي. وده كان ماتش رائع في دوري الدرجه الاولى، وكان معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح. مساكم بينج بونج.